هذه رواية السجين، طبعتها في أيلول من العام 2015. سأقرأ لكم القليل منها، أتمنى أن تنال إعجابكم. أمام نافذة بيته الطيني في قريته الصغيرة أخذ جوان يتأمل حقول القمح المحصودة، وكيف كان العمال يحملون الأكياس المليئة بالقمح وهم يئنون تحت الحمل وحر الصيف، يبلل العرق ثيابهم. وكذلك كيف كان الرعاة يسارعون لأخذ أغنامهم لتصطاد سنابل كانت ألسنة الحصاد قد أغفلتها. أما أهل القرية فيملؤونها ضجيجا وهم يأخذون أكياسهم الفارغة على الدراجات النارية والعربات الصغيرة إلى حقولهم بانتظار دورهم، لا يهتمون لحرارة الشمس التي تحرق الوجوه. أما الآخرون فقد التجأوا إلى ظل أحد البيوت، وقد افترشوا الأرض وهم يشربون الشاي ويتناقلون أخبار الإنتاج في القرى المجاورة التي لا تبشر بالخير. ومع ذلك فهم يمنون النفس بخير وفير، بعضهم واثق من محصوله فسنابله ممتلئة وفيها الكثير من الحب، وبعضهم الآخر تراه يائسا قبل الحصاد فسنابل حقله ضعيفة وقد أخذ منها المرض ما أخذ. وجميعهم مثل جوان يتابعون الحصادة كيف تسير بسرعة ملتهمة القمح لتكمل دورة كاملة حول الحقل كله، فلا تضع على الأرض سوى كيسين شبه ممتلئين، وصاحب المحصول لا يفارقها، وكأن وجوده سيجعل السنابل تتكاثر. يضع يده على خصره وينزلها ثم يعيدها كما كانت، متحيرا لدرجة أنه لا يهتم لأشعة الشمس التي تسقط على رأسه عموديا. يبدو أن محصوله لن يوفي ديون البذار والسماد والجرار، حتى أنه لا يتحرك عندما تمر الحصادة من جانبه وتغمره بغبارها. في هذا الصيف الذي أكل الكثير من حصة الربيع الزمنية، فلم ينعم به القرويون وهم بانتظار المطر الذي يأتي بالأمل، هكذا حال الفقراء، حتى الربيع لا يعد من الفصول التي تجلب السعادة لهم. لم يحس جوان بأنه أنهى لفافة التبغ التي كانت بيده حتى أحرقت إصبعه، فرماها ليلف أخرى على عجالة، مصرا على متابعة الحصادة في قتالها مع السنابل، وحرص السائق ألا يدع أي سنبلة تفلت من حصادته، خاصة وهو يرى صاحب المحصول كيف يتأفف تارة ويتضرع إلى ربه تارة أخرى، ويصرخ على الصغار الذين جاءوا بأغنامهم إلى حقله ولم يصبروا حتى تنتهي الحصادة من عملها، فيطالبهم بالابتعاد قائلا: بيتي يحترق وأنتم تريدون إشعال سجائركم بحرائق أخرى. يتساءل أهل القرية عن شح الأمطار وندرتها في السنوات الأخيرة، بينما كانوا سابقا يتمنون أن يروا الشمس وهم في فصل الشتاء. فيقطع أحد المسنين تساؤلاتهم بالقول: إن الله يمتحننا ويعاقبنا. في الماضي كان الخير وفيرا لأن الرحمة كانت موجودة بين البشر، فهم يساعدون بعضهم بعضا ولا يضر أحدهم بالآخر، وكان الجار لا ينام إن كان جاره مريضا أو جائعا، وكان الناس لا يأكلون مالا حراما ويقرضون بعضهم بعضا بدون فائدة، والصغير يحترم الكبير. وكانت الزوجة إذا تخاصمت مع زوجها وخرجت من بيتها إلى بيت أبيها
يلحق بها زوجها ويزيح الغطاء عن رأسها، فكانت تجلس وكأن مصيبة قد حلت بها، فتعود مع زوجها إلى بيتها. أما الآن فكل شيء قد تغير، الأخ لا يرحم أخاه، والصغير لا يحترم الكبير، والناس لا يتعاملون إلا بالربا، والفتاة إن وضعت غطاء على رأسها يستهزئون بها ويرونها متخلفة، والزوجة تخرج من البيت دون إذن زوجها، حتى طعم الأكل الذي نأكله تغير، والهواء الذي نستنشقه تلوث. وبعد كل هذا تتساءلون عن شح الأمطار. إيه، الحمد لله الذي لا يرسل طيورا ترجمنا بحجارته، فنحن نستحق ذلك. للمرة الثانية يحرق جوان إصبعه، إذ لم يشعر بأن لفافة التبغ الثانية قد انتهت أيضا، ولعله يريدها أن تحرق إصبعه لينسى النار التي تحرق جوفه وتشل تفكيره، وتجعل النوم يهرب من عينيه كهروب النوم من عيني العاشق الذي يكابد آلامه وأحزانه في جوف الليل، ولكن عبثا يحاول طي السنين ممزوجة بالبؤس والأمل. يبدو ذلك في طريقة سحبه للدخان، إذ يملأ به صدره ويبقيه داخله. لعل هذا الدخان يخفي جروحه العميقة، جروحه التي تعتقت فغدت مثل عنب لم يقطفه أحد ليسقط من تلقاء نفسه، فمحال أن ينسى الجريح جرحه. هي جوان، جوان، ما بك يا شيار، ماذا تريد؟ شيار، اكتب يا صديقي، فلم يتبقى وقت الامتحان سوى ربع ساعة، وأنت كالتمثال تتأمل هيلين مراقبة الامتحانات، وكأن عينيك لم ترى فتاة قبلها. جوان، هيلين، اسمها هيلين؟ شيار، جاوب على الأسئلة يا جوان واتركني أكمل إجاباتي. هيلين، هيلين، وقع الاسم في أذن جوان كوقع البرد على سقف بيتهم في ليالي الشتاء، إذ كان يسقط فجأة وبعنف، فتحس العائلة وكأن جيشا من الرجال يتراكضون فوق البيت. أكمل جوان الامتحان بسرعة، لا طمعا بالنجاح في المادة، بل خوفا من أن تخرج هيلين من القاعة فلا يسلمها ورقته. حمل الورقة واتجه نحو هيلين بيدين مرتجفتين، ناولها إياها وعيناه تتأملان وجهها القمري. في حرم الجامعة جلس إلى طاولة وقلمه بين أصابعه يتراقص، وكأن هذه الدقائق لا تريد أن تمر. خرج آخر طالب، وبعده خرجت التي جعلت جوان ينسى امتحانه قبل قليل، ليقف وقفة عسكرية كجندي رأى ضابطا يتقدم نحوه. إنها شجرة سرو تمشي بصندل وقشاط أحمر على قدميها الشبيهتين بثلج الليلة الأولى، شعرها الأشقر يتطاير على كتفيها كسنابل القمح في أيار حين تهزها الريح، فتلامس السنبلة السنبلة، تقبلها نظارتها الشمسية تخفي عينيها، يتخيلهما بنيتين، أنفها الصغير المدبدب يجعل نظارتها أجمل، شفتاها الرقيقتان ذكرته بشقائق النعمان على تلال قريته. مرت تلك اللحظة كالصاعقة، حتى أن هيلين عندما مرت أمامه لم يلتفت إليها ليلاحقها بعينيه المندهشتين من جمالها الرباني. هي جوان، جوان، ما بك، ماذا تريد؟ شيار، كيف قدمت الامتحان؟ جوان، جيد جيد، هيا دعنا نذهب. على سريره بدأ جوان يتأمل سقف الغرفة. انتابه شعور غريب حينما تذكر أن قلبه ارتجف عند مرور هيلين من أمامه،
هي نفس الرجفة التي كانت ترقص قلبه وركبتيه عندما كانت حبيبته في المدرسة تسير نحوه. حينها كان يفقد كل شعور إلا شعور مجيئها إليه. كانت كالغزال البري متمردة تتحدى الجميع لأجله. كانا يقفان طوال الاستراحة بين الحصتين يتبادلان الأحاديث، وكلاهما لا يتجرأ على الاعتراف للآخر بأنه يحبه، بالرغم من أن كلا منهما كان يعلم بأن الآخر يعشقه. قلباهما كانا كعصفورين يتراقصان فرحا حين اللقاء، وبعد انتهاء الدوام كانا يسيران باتجاه معاكس نحو بيتيهما. قلباهما لا يقويان على تحمل ما تبقى من النهار وبعد بعضهما عن بعض، لينهي جوان دروسه ويبدأ بقراءة قصص العشق: مموزين، فرهاد الشيرين، مجنون ليلى، وهو يستمع إلى كوكب الشرق أم كلثوم وهي تغني: الحب كله حبيت فيك. وعندما يحس باقتراب الليل الطويل من نهايته يسرع ليضع رأسه على مخدته عله ينام، ليستيقظ باكرا ويذهب إلى المدرسة، لا حبا بها بل شوقا لرؤية حبيبته التي تعاني الليل الطويل وانتظار نهار مثله. لا لا، يقولها جوان لنفسه، مستحيل أن يتكرر الحب، فقد عاهدت نفسي ألا يفتح مرتين، فمرة كانت ب1000 جرح. هذا القلب ذرف بركة 100 بركة من الدم، ولكن هل طول شعرها ذكرني بجرحي الأول؟ أوف، كم أخاف من الحب. لا زلت أضمد جرحي وجرحي يفتح نفسه، فلما أفتح جرحا آخر؟ نم يا جوان، نم. هكذا يأمر نفسه كي ينهي توتره. وفي الصباح استغرب الشيار الذي يشارك جوان في الغرفة حالته، فعيناه محمرتان وكأن النوم لم يزره الليلة الماضية. سأله عن حاله: ما بك؟ فمنذ البارحة وحالك لا تعجبني. هل أنت مريض صديقي؟ أتعاني مشكلة ما؟ هل تحتاج نقودا؟ جوان: ليتني كنت مريضا يا صديقي، حينها كنت شخصت مرضي وخوفي من تجدد مرضي القديم. شيار: مرضك القديم؟ وماذا كنت تعاني؟ جوان: الحب. شيار: الحب؟ وهل الحب مرض يا صديقي؟ على العكس، الحب مطر القلوب وربيعها. ثم من هذه التي اجتاحتك وجعلت النوم يخاصمك؟ هيلين، طالبة الدراسات. كيف أحببتها؟ أنت لم ترها سوى البارحة، كيف حصل ذلك؟ هي أكبر منك ب2 سنين، فأنت لا زلت في السنة الأولى، وهي. يسأله باستغراب: كيف ذلك؟ جوان: تكبرني ب2 سنين، ومن قال لك بأن السنين تقف في طريق الحب؟ فالحب يا صديقي كالنسيم، كزخات المطر، لا يعرف الحدود، يلامس القلوب ويختصر الزمن. السنون هذه في العقول لا في القلوب. قل لي يا شيار، ماذا تعرف عن هيلين؟ شيار: كل ما أعرفه أنها من ديريك، لكن صديقنا سامي بالتأكيد يعرف عنها الكثير، فهو لا يهتم بالدراسة، إنه يهتم بكل شيء إلا الدراسة، ووالده أخطأ عندما سماه سامي. جوان: دعنا نذهب إليه. شيار: انتظر لنتناول الفطور. يطلق ضحكة: ما بك؟ كأنك ذاهب لتأتي بمصدقة التخرج. في الحرم الجامعي كان سامي جالسا مع فتاتين كل ما يمكن أن يقال عنهما أنهما قمر انقسم إلى قسمين، وكان الثلاثة يضحكون والفتاتان منسجمتان تماما مع سامي. شيار: مرحبا.
سامي: أهلا بكما أيها الصديقان، تفضلا بالجلوس. الفتاتان لم تردا السلام. يبدو أن شيار وجوان أفسدا عليهما متعة الجلوس مع سامي المرح. شيار: لا شكرا، نريدك في موضوع خاص. غادرت الفتاتان وبقي الأصدقاء الثلاثة، وبعد سؤالهم عن امتحان البارحة الذي لم يجاوب سامي إلا على سؤال واحد منه، وجوابه كان مشكوكا فيه وفي صحته، شيار: هل تعرف هيلين طالبة الدراسات يا سامي؟ سامي: طبعا، ولكن لماذا السؤال؟ يخفق قلب جوان كإناء ممتلئ بالماء في يد طفل صغير، ينتظر ما سيقوله سامي عن هذه الفتاة التي اجتاحت روحه كالطوفان. شيار: أنا وجوان نفكر أن نذهب إليها كي تشرح لنا محاضرة في قانون العقوبات. كنا قد غبنا عنها، وسمعنا بأنها لا تقصر في هذه الأمور، فأردت الاستفسار عنها، وأنت ضليع بالنساء. أصاب سامي الزهو من كلام الشيار، فبدأ بالكلام: يا سيدي، هذه الفتاة من ديريك، وهي معقدة جدا. أنا لا أراها إلا من الجامعة إلى المدينة الجامعية وبالعكس، وكأن الشباب لا يعنون لها شيئا. وللأمانة هي محترمة جدا، ولا تقصر بالجواب على أسئلة أي طالب، وهناك أستاذ جامعي يرغب بودها، يبدو أنه يحبها، إلا أنها لا تهتم لهذه الأمور. إنها فتاة فولاذية وتحترم كل الآراء والأديان. إنها من دين التسامح، دين سيدنا المسيح. هنا انشرح قلب جوان لما سمعه عن أخلاقها، ولكنها مسيحية، يقول في نفسه. فيجيب نفسه: وما المانع؟ فلا حدود أمام الحب. يتشكران سامي ويغادران. في اليوم التالي قرر جوان أن يتكلم مع هيلين، وقد وجد الحجة شيار، وهي شرح محاضرة البارحة، وهو يعلم بأنها ستراقب الامتحان اليوم. أما هو فليس لديه امتحان، لا اليوم ولا غدا، المادة سهلة بالنسبة له. لبس جوان بنطاله وكنزته اللذين لازماه منذ بداية السنة الدراسية، فهو لا يأتي إلى الجامعة إلا قبل الامتحانات بشهر أو أقل، لأن وضع والده تعيس اقتصاديا بسبب اعتقاله. رش عطره الرخيص الثمن على عنقه وصدره وخرج فرحا. جلس على كرسي قريب من القاعة التي ستراقب هيلين فيها. يحرقه الانتظار، والوقت يمضي بطيئا كالقطار المتجه من الحسكة إلى حلب. قالوا سابقا: الانتظار موت بطيء. بينما كان ينظر إلى كل الجهات علها تأتي من إحداها، وإذا بها تقبل كقديسة جالبة النور معها. لا أعلم هل أصبحت أجمل أم إن الحب جعلها هكذا أمام عيني. وما هذا الحب الذي يأتي من النظرة الأولى؟ يقول لنفسه مستغربا: هون بمنن تخشيده.